بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن أسماءه مكملة، الله لا إله إلا هو له، حمدا كثيرا دائم البقاء مكافئا ترادف الآلاء، ثم الصلاة والسلام تترى على أجل العالمين قدرا، وآله أصحاب دوحة الشرف وصحبه والتابع نعم السلف. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، وانثر علينا من الستر الجميل ردا، وافتح لنا فتحا غير منقطع، واجعل لنا فرجا وابعث لنا مددا، وهيئ الصعب من خير الأمور، وكن لنا معينا على الطاعات مستندا. حياكم الله وبياكم، وسدد ربي على طريق الخير خطاي وخطاكم. نرحب فيكم في ديوانيتنا الأسبوعية مع فضيلة شيخنا الشيخ فيصل العلي، حدثنا بما فتح الله عليه، فيتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يسرني في هذه الليلة أن ألتقي بكم لنتناصح فيما بيننا فيما يتعلق بشهر رمضان، هذا الشهر المبارك الذي خصه الله عز وجل بخصائص وميزه بمميزات عن غيره من الشهور، ولهذا كان هو سيد شهور السنة. لعل العنوان الذي أرسل لي كيف نستقبل أو كيف نستعد لرمضان، والسؤال الذي أسأل أنا لكم قبل كيف نستعد أو نستقبل رمضان، لماذا نستقبل أو نستعد لرمضان؟ لماذا لم يكن كيف نستقبل شعبان، كيف نستقبل رجب؟ لماذا خص في الاستقبال والاستعداد لرمضان؟ هذا أمر مهم، وهذا هو الذي سيحفزك التشوق والتحفيز لشهر رمضان. طبعا الإجابة معروفة، تعرفون أنتم الإجابة، لكن لعل الإجابة الجامعة لما في شهر رمضان مما ليس في غيره من الأجور ورفع الدرجات وكثرة الحسنات وغفران الذنوب واستجابة الدعاء والعتق من النار. أن شهر رمضان أودع الله عز وجل فيه المطالب العالية الغالية. من المطالب العالية الغالية إيش؟ دخول الجنة، هذا أعظم مطلب. فمن زحد النار وادخل الجنة فقد فاز. منها النجاة من النار، منها إيش؟ أيضا العتق من النار، منها استجابة الدعاء، منها كثرة الحسنات مقابل العمل القليل، وزد على ذلك من الأجور التي تميز شهر رمضان. لنرى أولا حتى نعرف قيمة هذا الشهر عند الله عز وجل ومكانته، لنرى أولا كيف يهيئ الله عز وجل الكون لاستقبال رمضان والاستعداد لرمضان. نحن هنا مساكين في الكرة الأرضية نحاول جاهدين أن نستعد نبذل قصارى الجهد لاستقبال رمضان والاستعداد له. لكن قبل هذا إذا دخل رمضان تحدث أمور عظيمة جدا في الكون، وهذه الأحداث العظيمة لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كرمه وفضله ومنه ولطفه بعباده، خاصة أهل الإيمان. وهو إيش؟ وهو ما جاء في الحديث الصحيح أنه إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان. هذه الجنة اللي هي مطلوب الجميع، والذي فيها ما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إذا دخل رمضان، هذا ما يحدث في الشهور الأخرى، إذا دخل رمضان يحدث هذا الحدث الكوني العلوي، أن جنة الله عز وجل وسلعة الغالية تفتح أبوابها
إكراما وتهيئة لأجواء الطاعة والإقبال على الله عز وجل. ثم كذلك غلقت أبواب النيران، والتي هي أعظم مرهوب تغلق، وذلك تهيئة الأمور للصائم. ثم صفدت مردة الشياطين أو سلسلت كما في رواية، وأيضا هذا تهيئة الأجواء للصائم، وكأن الله عز وجل يخبرنا بأن هذا الكون قد تهيأ لكم، فماذا أنتم فاعلون؟ يعني أين السباقون الذين يشمرون عن ساعد الجد في الطاعة والإقبال؟ الأمور كلها مهيئة. إن أردت دخول الجنان فأبوابها 8 مفتوحة، أنت فقط تستعد للعمل، والصعود مباشر بإذن الله عز وجل إذا أخلص النية وفي العمل. وكذلك أبواب النيران مصفدة، وكذلك هيئ لك أجواء العبادة في أنه صفد مردة الشياطين. يبقى ماذا؟ يبقى النفس الأمارة بالسوء ورفقاء السوء. فالجو كله والأجواء كلها مهيئة للمسارعة والمسابقة والتنافس. ولهذا من أتعس الناس يا إخوة في هذا الشهر الغافل الله، مع كل هذا الذي يهيئه الله عز وجل، إلا أنه لا زال على شهواته ومعاصيه. نستمع لهذا الحديث. يقول الله عز وجل، حديث قدسي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل آدم له إلا الصوم. انتبه، لم يقل إلا الصلاة، إلا الزكاة، إلا الحج، إلا العمرة، إلا الصوم. هذا أنت لما تسمع هذا الحديث يجعلك إيش؟ تعرف قيمة الصيام، وأيضا قيمة هذا الشهر عند الله. الله عز وجل يحب هذه العبادة. إلا الصوم فإنه لي. طبعا مجمل كلام العلماء في تفسير هذا الأمر أن العبادة تقريبا الوحيدة التي يعظم فيها الإخلاص ولا يتطرق إليها النفاق هي الصوم. لأن الصائم يا إخوة يستطيع متى شاء أن يأكل ويشرب، ولهذا هذا الأمر لا يفعل على منافق. ولهذا كانت أشد الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء. لما؟ ما يبينون، وبالتالي في يعني بعد عن رؤية الآخرين. فهم أهل النفاق لا يظهرون إلا حتى يشهد لهم بأنهم يعني من أهل الإيمان ومن أهل الصلاة. في الصيام لا، في الصيام ما حد يراه، هو يملك نفسه. ولهذا شبه أن يكون نادر أن تجد منافق حريص على الصلاة. أنا طبعا أتكلم عن النفاق. النفاق ليس النفاق العملي أو جزئي، ولهذا كان خصه الله عز وجل له لما يعظم فيه من الإخلاص، ثم أنه عبادة مستمرة. ما في عبادة مستمرة كل لحظة وثانية مثل الصيام. يعني الصلاة تصلي وتنتهي، والزكاة تعطي المال وخلاص، أو الحج أيام معدودات لكن الصيام لا. الصيام أنت صايم من الفجر إلى المغرب في عبادة مستمرة متصلة، وهذا لا شك أنه عظيم. حتى لو أنت نائم، يعني لو واحد نام الظهر مثلا أو قيل الظهر هو في عبادة ولا لا؟ لأنه متلبس في الصيام. لو واحد مثلا قاعد يعني يريض نفسه يمشي كرياضة أو كذا، هو في عبادة ولا في عبادة؟ لأنه هو صائم. وهكذا، فعبادة متصلة لا تنفصل دائمة. وهذا يدل على عظمة أمر يعني الصيام. الأمر الآخر أن الله عز وجل خصه بالأجر ولم يظهره،
وجاء في بعض الروايات أن كل عناد له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هنا الله عز وجل فتح الجزاء، لم يجعل له حد ولا قدر. يعني أنت تصور أنك أنت مقبل على عمل ليس له حد في الأجر. يعني مثل واحد يعطيك شيك مفتوح ويقول لك أنت اكتب اللي تبيه. طبعا اللي مثلنا بيحط لك مليار اللي يعرفه، لكن اللي تبيه على قدر ما أنت تعرف. لا، الله عز وجل لا يتعامل بالأصفار ترى ولا بالأرقام، يتعامل بالمشيئة، لهم ما يشاءون، وهذا لا يحده حد كما ذكرت في مرات سابقة، لأن خزائن السماوات والأرض بيد الله عز وجل، بل إن أمره كن فيكون. فتحس وأنت صايم أنك أنت يعني تمشي في عمل مليء بالكنوز والذخائر والعطايا والخفايا والأجور، شيء عظيم من أول ما تقوم في صباحك. حتى الطالب اللي ذاهب إلى المدرسة هو أيضا ذاهب وفي طاعة وعبادة. هذا أيضا مما يدل على عظمة هذا الشهر. كذلك أن الله عز وجل خصه بأعمال هي مطالب عظيمة، مثل إيش؟ مثل أن للصائم دعوة مستجابة، وفي بعض الروايات عند فطره. أنت على موعد، مواعدك كيف يوعدك مثلا رئيس أو ملك أو كذا، ترى في لقاء لك كل يوم، أي وقت تجيني كل يوم، أي طلب تقوله ألبي لك. تتصور كيف تكون حياتك؟ عاد أنت تحط لك ورقة في المطالب اللي تبيها طول الشهر، فكيف إذا كان مع الله عز وجل العلي الكبير؟ كل يوم الصائم يأتي، وهذا يدل على عظمة أمر الصوم، وأنه مما يقرب إلى الله عز وجل ويفتح أبواب الاستجابة. ولهذا كان من الآيات الأخيرة في الصيام إيش؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. لاحظوا الآية ترى، فإني قريب أجيب، في فاصل؟ ما في فاصل. لما؟ لأنهم قاموا بعبادة جليلة وهي الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين. لما أدوا هذه العبادة العظيمة، ماذا يريد عبادي؟ الدعاء واستجابة الدعاء، فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. الأمر الآخر أن في رمضان، في كل ليلة من ليالي رمضان، عتقاء من النار. شفت دول اللي تطلع أسمائهم الآن يعني محكوم مؤبد أو كذا، أو ثم يطلع في يعني تخفيف جزاء، أو يطلع مثلا براءة، أو يعود إلى أهله أو كذا وأنت كل يعني أمنياتك أنك تنجو من النار، لأن النار يا إخوة شيء لا يتصورها عقل. فلما الله عز وجل يعطيك هذه الفرصة وأنت تسمع قول الله عز وجل وهو يصف الفوز العظيم الكبير، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، تعرف قيمة أن يزحزحك عن النار. له في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، أنت على هذا الموعد. هذا لمن يا إخوة؟ لمن هيأ نفسه واتصف بصفات من يعتق من النار، وهي ليست مستحيلة، فقط أن تحسن الصيام كما أمر الله عز وجل، وتجتهد في القيام، وما بين ذلك تحفظ هذا الصيام وتجتهد في أن تستحق أن يعني تسمى صائم، من صام رمضان. لأن بعض الناس إخواني يصوم رمضان صيام الأكل والشرب، ثم هو نفسه يا إخوة يحبط عمله في كثرة ما يشاهد أو ينقص أجر صيامه،
وبالتالي لا يستفيد إلا أنه رفع عن نفسه الإثم وامتنع يعني عن الطعام والشراب. وهذا في الحقيقة يستطيع حتى الصغير، الطفل الصغير لما يصوم أهله. لكن الذي يعرف مقاصد الصيام والمراد منه خاصة في تحقيق خصلة التقوى لعلكم تتقون، هذا بإذن الله عز وجل يكون متهيئ ليفوز بكل ثمرات وعطايا وكنوز رمضان. ثم قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. في ثنايا بعض الأحاديث في مثل هذا الحديث أنا أذكر الفوائد. طبعا فإن سابه أحد كذا كذا، هذه أخلاقيات الصائم، لكن أنا أريد الشاهد. قال: ولخلوف فم الصائم شنو تنتبهون؟ ترى إن الله العلي القدير يعني حتى خلوف فم الصائم يذكره، مو الصيام الصائم بصومه ركن أراكن الإسلام، لا الاعتناء حتى بخلوفه. يبي يبين الله عز وجل لنا قدرنا عنده سبحانه وتعالى جميعا، حتى خلوفك أنت أيها الصائم الذي يكرهه الناس لرائحته أو كذا، هو عند الله عز وجل كريح المسك. ومو المسك هذا اللي ينباع عندنا لا هذا ما لا يعرفه إلا الله عز وجل، لكن لتقريب المعنى أطيب عند الله من رائحة المسك. معناته يا إخوة، هذه في قاعدة الآن، معناته القاعدة تقول إن منزلتك عند الله عز وجل ومكانك عند الله عز وجل بقدر أعمالك الصالحة وإن كرهها الناس. لما كان هذا الخلوف أطيب عند الله من ريحة المسك؟ لأنه ناتج من إيش؟ طاعة. إذن أنت لماذا ترتقي في مدارج الآخرة وتفوز بجنة الله عز وجل؟ للأعمال الصالحة والطاعات. فأنت قيمتك عند الله عز وجل على قدر ما عندك من العمل الصالح. ولهذا قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني يرجو عند لقاء ربه النجاة والرحمة والدرجات العلى، ايش يسوي؟ منهجه ايش؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباد ربه أحدا. حتى الدرجات والمنازل في الجنة باعتباره بحسب ايش؟ العمل الصالح. ليش فلان أكثر أعلى منك درجة؟ لو تسبيحة ترتفع فيها. إذن هذه قاعدة في أعمالك الصالحة. شوف حتى الله عز وجل لم يترك هذا الأمر البسيط الذي قد يفوت على الناس. ثم قال: وللصائم، هذا تخصيص، وللصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره، والسبب إيش؟ أنه قضى ما عليه من واجب ويرجو من الله القبول وأدى هذا الركن وهذا الفرض الذي عليه. مثل الإنسان لما يعني يؤدي العمل الذي كلف به وأترقي يرتاح قبل شايل هم. وفرح متى؟ عند لقاء ربه. وهذا الحديث يريدنا يا إخوة أن نعيش على اليقين، يعني باليقين، كما أنك تتلذذ عند فطرك بأكل التمرة وذهاب الجوع والعطش، اعلم يقينا أن هذا حاصل في الآخرة عند لقاء الله. وبذلك أنت تعيش على هذا الموعود كأنك تتذوق. أليس بعض الصحابة كان يقول: إني أرى الجنة رأي العين؟ يعني من درجة اليقين وقوة الإيمان كأن الجنة أمامه، لأن لا يعرف من حياته إلا هذا الأمر. وفرح عند لقاء ربه، هذه الفرحة طبعا الكبرى لا توصف. هذا من بعض الأحاديث التي تبين مكانة رمضان، حتى يعني نستشعر
كيف نستقبله ونتهيأ له. ثم كذلك فيه من الأعمال التي تتضاعف أو ترتقي، كما جاء في يعني ليلة القدر، وجاء في الصحيح وأيضا عند الترمذي الإمام أحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، وفي هذا تحفيز للصحابة وتهيئ لهم لاستقبال رمضان، كان يقول إن هذا الشهر قد حضركم وإنه شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، وإن فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله. يعني فضل هذه الليلة يساوي عبادة تقريبا 85 سنة، يمكن الواحد ما يكمل 70 سنة أو 80، لكن في هذه الليلة لعظم مكانتها عند الله عز وجل وعلو قدرها عند الله عز وجل تأخذ كأنك أنت أديت عبادة 85 سنة. هذا فضل عظيم، وهذا كرم الله عز وجل لأمة الإسلام عن الأمة التي سبقت التي كانت أعمارها طويلة بال300 وبال500 سنة. فلما كانت أقصار يعني أعمار هذه الأمة قصيرة وأكثرها لا يتجاوز بين 60 و70، مد الله عز وجل في الأجور لها، كما تجد أن أنت لما تصلي في الحرم المكي الصلاة عن كم؟ 100,000. يعني أنت فقط لو ذاهب لمكة فقط لتصلي يوم واحد، كل يوم 100,000، 5 فروض، كم يطلع؟ كم أنت صليت في الشيء؟ وطبعا هذا لا يسقط الفرائض، يمكن واحد يقول أنا أصلي هذول وبعدين أترك الصلاة مدة، هذه غفلة طبعا. الشاهد أن أمر عظيم، شيء مهول، 100,000 صلاة، وأدخل بعض العلماء بعض النوافل. الشاهد يا إخوة أن هذا الشهر مليء وزاخر بما فيه من الأجور، وبهذا هياه الله عز وجل. الناس في استقباله 3 أصناف، منهم من يستقبل استقبال الله الغافل المعرض، مستمر على شهواته ومعاصيه، بل إنه يأنس إذا جاء رمضان بسبب إيش؟ لكثرة ما فيه من المسلسلات والتمثيليات والأفلام والعروض إلى ما هنالك، والسهرات الرمضانية أو الحفلات، وهذا من الغفلة العظيمة جدا. وقد يصيب دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام ودعاء جبريل، يعني انظر إذا أصابك دعاء سيد الملائكة مع سيد البشرية مع بعض، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، يعني خرج منه رمضان ولم يكن سبب في غفران ذنوبه. قال جبريل للرسول قل آمين، قلت آمين. الآن اللي أمن من ومن؟ جبريل والرسول. من هذا الشقي الذي تصيبه هذه التأمينات؟ لا شك أن أمر خطير وعظيم جدا. فأقول صنف يستقبل بهذا الأمر، هو تجد إما فقط ينتظر أن يصوم مع الناس صيام، وقد يكون درء للعيب أو العادة أو غيرها من الأمور، ثم هو ينتظر شاشة التلفاز أو غيرها من الأمور ويستمر معها، ناهيك عن التساهل في الصلوات. ولهذا تعجب في الصيام أنك ترى بعض الناس حريص على أن يصوم وهو إذا نام لا يقوم إلا العصر، يعني مرات قد يكون الفجر الظهر هو يقوم. وأنا كم مرة سئلت عن هذا الأمر، قلت لا هذا يخشى عليك أن تخرج من دائرة الإسلام لأن أنت متعمد بهذا الأمر. ثم كيف أنت متلبس في طاعة وتعصي الله عز وجل في طاعة أعظم، أنك تنام على يعني عن الصلاة، وهذا لا شك أنها جهل عظيم وغفلة عظيمة جدا. الصنف الثاني الذي يستعد له بإيش؟ بالسلات الرمضانية،
ما في نوع من أنواع الطعام إلا وجوبا لازم يدش البيت. والله شيء عجيب يا إخوة، كأن يعني بعد دقائق أو كذا راح تصير مجاعة. مطلوب الإنسان يأمن نفسه ويرفع عن نفسه مع أن مقصد الصيام لا الجوع، أصلا مقصد الصيام أنك تجوع وتحس في غيرك، فأنت إذا جئت تمتلئ فقدت هذا المقصد العظيم. ولهذا تجد يطوف في الأسواق الجمعيات على تجمع هذه، وين ما سمع أن في عروض أو أصناف جديدة صاحبك موجود. ثم كذلك يشغل غيره يا إخوة. تعالوا أنا مسوي لكم غبقة فيه أكل ما ذقتوه. طبعا هم إيش؟ أكيد هم راح يتفاعلون مع هذا الأمر إذا كانوا أيضا جهال، أو أن من باب أن يوجبون هذه وهذا لا شك أنه خطير. فيعيش هذا هو وأسرته للأسف طعام في طعام وشراب في شراب، وبين غبقة وزيارة غبقة وأحلف عليك وإلا تجي، ويصير 30 شهر 30 غبقة. لا شك أن هذا مضيعة للوقت وتفريغ رمضان من مقصده العظيم. الصنف الثالث لا، الصنف الثالث هو السعيد المشمر الذي عرف قدر رمضان وما فيه واستمر عن ساعد الجد وانطلق، بل هو أصلا يتحين هذه الفرصة ليرفع رصيده من الحسنات عند الله عز وجل، وكذلك يمحو ذنوبه. أختم في هذا الأمر العظيم. أعظم يا إخوة عقبة كؤود في طريق النجاة سواء للأفراد أو الأسر أو الأمم ما هي؟ الذنوب. الذنوب. أنتم تقرؤون كتاب الله عز وجل، كل الأمم التي أهلكها الله في القرآن بسبب الذنوب. قال لما ذكر قارون وفرعون وهامان وغيره من الطغاة قال فكلا أخذنا بذنبه، وقال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وقال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ولهذا الله عز وجل جعل طريق الجنة أول أمر فيه مغفرة الذنوب، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. إذن أول شيء غفران الذنوب. من رحمة الله عز وجل جعل هذا الشهر كله مغفرة الذنوب. شوف 3 محطات رئيسية: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واحد بس صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر أيضا كذلك غفر له كم محطة؟ 3 محطات. أصلا الصائم صائم فيصيب هذا الأمر، والذي يقوم بإذن الله عز وجل أيضا يصيب هذا الأمر العظيم. فهذه يعني كلمة يعني مختصرة يعني فضل هذا الشهر، واللبيب بالإشارة يفهم. وأسأل الله عز وجل أن يعني يعيننا على صيامه وقيامه والعمل الصالح فيه، ولا تحتقر فيه ولو شيء بسيط. طبعا في أمور ثنايا، لكن أنا ذكرت أمور رئيسية كمثال الصدقة. الصدقة شهر عظيم في رمضان، ولهذا كان أجود ما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان كالريح المرسلة. ولا تحتقر الصدقة، والله يا إخوة لو 20 فلس هذه استطاعتك وطلعتها أجرك عند الله عز وجل، لأن الله في غنى عن هذا المبلغ أصلا. هو يريد العبادة التي أخرجت هذا المال. هذا هو المقصد فيه، وأنك ترجو فيها الله عز وجل والدار الآخرة. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يعين إياكم على صيامه وقيامه والإحسان فيه. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.